هدى قطان وراء البريق. وراء كل بريق كانت هناك معاناة. وراء كل لمعة قصة امرأة رفضت أن تمحى. من مدونة صغيرة إلى إمبراطورة جمال غيرت معايير العالم. هذه ليست قصة مكياج، إنها قصة إيمان، جرأة، وثورة أنثى عربية اسمها هدى قطان. نجوم ساطعة. هي اليوم واحدة من أقوى النساء في عالم الجمال، لكن قصتها لم تبدأ في الرفاهية، بل بدأت بالشك والاغتراب وحلم كان جريئا أكثر من أن يصدق. ولدت هدى قطان في أوكلاهوما لأبوين عراقيين كانا يطاردان فرصة أفضل. نشأت بين عالمين، بيت عربي مليء بالدفء والتقاليد، ومجتمع أمريكي لم يفهمها تماما. في الفصول الدراسية كانت مختلفة، عربية أكثر من أن تعد أمريكية، وأمريكية أكثر من أن تعد عربية. وحين خذلتها الكلمات أصبح المكياج صوتها. لم يكن مجرد ألوان على وجهها، بل كان ثقة ترسم بالفرشاة ورسالة تهمس في صمت: أنت كافية كما أنت. سارت في الطريق الآمن، درست المالية، ودخلت وظيفة مستقرة، لكن روحها كانت تبحث عن أكثر من الأمان، كانت تبحث عن معنى. فقررت أن تقفز قفزة أخافت الجميع حولها. تركت وظيفتها وانتقلت إلى دبي لتطارد حلما بلا ضمانات. في شقة صغيرة وبضوء حلقة تصوير وهاتف بسيط، بدأت تنشر دروس مكياج على الإنترنت. مشاهدة واحدة أصبحت 10، والعشر أصبحت آلافا. شغفها وصل إلى نساء كثيرات لم يشعرن أنهن يرين من قبل. الفتاة العربية التي كانت تختبئ خلف المكياج أصبحت الآن تعلم العالم كيف يرفع رأسه بثقة. ومن تلك الفيديوهات البسيطة ولدت فكرة، خط رموش صنعته بيديها مع شقيقتيها. كن يعبئن صناديق في المنزل، يضحكن، يبكين، ويحلمن أن يلاحظهن أحد. وفي يوم ما لاحظهن العالم. رموش هدى بيوتي نفدت في لحظات، من طاولات المطبخ إلى رفوف سيفورا. أصبح اسمها لا يوقف، لكن النجاح جلب معه الضغط. كل منشور، كل منتج، كل خطوة كانت تحت أنظار الملايين. قاتلت الإرهاق والشك وخوف السقوط من القمة، لكنها لم تتوقف، لأن رسالتها كانت أكبر من المكياج، كانت عن التمكين. أثبتت أن الجمال ليس طرفا، بل هو صوت، هو القدرة على تعريف نفسك في عالم يحاول أن يعرفك بدلا منك. ومع اتساع إمبراطوريتها استخدمت منصتها لرفع الآخرين. أصبحت ترشد الفتيات وتتحدث عن الصحة النفسية والثقة والصدق. ذكرت متابعيها أن الكمال ليس قوة، بل الحقيقة هي القوة. هدى قطان لم تبني مجرد علامة تجارية غيرت صناعة الجمال العالمية، بل بنت إيمانا بنفسها، بثقافتها، وبكل حلم عربي يجرؤ أن يكون مختلفا. لقد أثبتت أن الأحلام لا تحتاج إلى جواز سفر، وأن القوة قد تضع أحمر شفاه، وأنه خلف البريق هناك العزيمة والنعمة، وفتاة لم تتوقف يوما عن الإيمان.